كل عام وحضرتك بخير وسعادة. مفاجأة جميلة جدا أعلنها مهرجان القاهرة السينمائي. المهرجان ده هيبدأ من 12 نوفمبر حتى 21 نوفمبر الحالي. أحلى إعلان قالوا إن في 22 فيلم قديم من الأفلام الإبداعية تم ترميمها. من بين هذه الأفلام طبعا هي أفلام عظيمة جدا. القاهرة 30، بين القصرين، شيء من الخوف، الحرام، امرأة في الطريق، زوجته والكلب، قصر الشوق. كل فيلم له رائحة الزمن الجميل، وبيظهر براعة صناعة السينما المصرية. وهتلاحظ في الأفلام القديمة إن النجوم كانت نساء وكان لهم حضور لافت. فيلم كان اسم الفنانة بيتصدره. مهرجان القاهرة السينمائي على فكرة مش مجرد عروض أفلام، لا، دي فرصة عشان تعيش التاريخ وتحتفل بالفن وتتعرف على قصص وأساطير العصر الذهبي. كل فيلم تم ترميمه بيعيد الذكريات الجميلة وبيضيء طريق الإبداع. عايز أقول لك إن مهرجان القاهرة السينمائي رحلة إلى ذاكرة الفن المصري، وفرصة عشان تعيش التاريخ، تحتفل بالجمال، تتعرف من جديد على أساطير ونجوم العصر الذهبي زي الفنانات المبدعات فاتن حمامة، شادية، سعاد حسني، نادي لطفي، ماجدة، وزي صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة، شكري سرحان وعماد فهمي، وزي المبدعين من المخرجين يوسف شاهين وعاطف سالم وصلاح أبو سيف وحسن إمام. أسماء وحدها تكفي لتفهم لماذا نعتبر هذه الأفلام إرث خالد. أيوة، إرثا خالدا. يا صديقي، اوعى يفوتك مهرجان القاهرة السينمائي عشان حتى تتفرج على ال 22 فيلم اللي تم اختار منهم 10. المهرجان مملوء بالجمال والفن والإبداع، وحبيت أقول لك عليه عشان يعني تجهز لأنك أنت تتفرج على أجمل ما أبدع العقل المصري من أفلام في العصر الماضي. أنا بشكرك أنك أنت استمعت إلي، وإن لم تكن قد اشتركت في القناة الخاصة بي يسعدني جدا أن تشترك. مع خالص تحياتي، وبشكرك مرة تانية على أنك أنت استمعت إلي. وكل عام وحضرتك بخير وسعادة،